يأجوج ومأجوج على وشك الظهور. القصة الغامضة. تخيل قوة شرية محبوسة منذ آلاف السنين خلف سد لا يخترق، وقريبا ستنطلق على الأرض كلها. من هم يأجوج ومأجوج؟ ومن وقف في وجههم؟ اكتشف أسرار المعركة التي هزت العالم. تخيل أن هناك أمماً حبست خلف سد عظيم منذ آلاف السنين، وموعد خروجها اقترب. هذا الوثائقي يكشف أسرار معركة ذو القرنين مع يأجوج ومأجوج، واحدة من أعظم المعارك في التاريخ. من كان هذا القائد الغامض؟ كيف واجه أمماً لا يطيقها البشر؟ وأين يقع السد العظيم الذي بني لإيقاف طوفان الفوضى؟ استعد لرحلة عبر الزمن تجمع بين الروايات التاريخية، النصوص المقدسة، والاكتشافات الجغرافية لكشف أسرار هذه الأمم المسجونة. ذو القرنين عليه السلام لم يكن ملكاً عادياً، بل قائداً صالحاً ملهماً بالعدل والنور الإلهي. بدأ رحلته من مغرب الشمس، حيث وجد أقواماً يعيشون بعيداً عن الشر والفساد، فأصلح شأنهم دون استخدام القوة. ثم تابع رحلته شرقاً، ليصل إلى أقوام يعيشون في عزلة تامة، علمهم وقدم لهم العون دون فرض سيطرته، مؤكداً أن القوة لا تعني البطش، بل مسؤولية استخدام القوة لتحقيق العدل ونشر الخير بين الناس. بين السدين، واجه ذو القرنين تحدياً هائلاً، عندما أتى إليه الأقوام طالبين الحماية من يأجوج ومأجوج، المفسدين اللذان ينهبون المدن ويقتلون بلا رحمة. أعطي ذو القرنين القوة والمعرفة الإلهية لبناء سد ضخم، فجمع الحديد والنحاس وذابهما بالنار ليغلف الصخور، مانعاً أي اختراق. السد أصبح حاجزاً منيعاً يحمي الأقوام من الفوضى، ويثبت أن إرادة الله وحدها تمنع المفسدين من تجاوز الحدود، حتى يأتي وقت إخراجهم في نهاية الزمان. القرآن الكريم والحديث الشريف يصفان خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان، عندما ينكسر السد وتندفع أممهم كالسيل الجارف، ينهبون المدن ويشربون البحار. لن يوقفهم البشر، فالنهاية ستكون بأمر الله، حيث يبعث الله الديدان عليهم ليموتوا دفعة واحدة، ثم تحمل الطيور الضخمة جثثهم بعيداً. بعد ذلك، يغمر المطر الأرض، فتتعافى الطبيعة ويعم السلام، لتعود الحياة كما كانت، مؤكدين أن القوة الحقيقية ليست في الأعداد، بل في إرادة الله. قصة ذو القرنين مع يأجوج ومأجوج تعلمنا أن القيادة الصالحة والقوة الحقيقية تأتي من العدل والإيمان. حتى أعظم الأزمات، كالفوضى التي أحدثتها يأجوج ومأجوج، يمكن التغلب عليها بالحكمة والعدل، وليس بالعنف الأعم. هذه القصة تذكرنا بقدرة الله على حماية عباده وفرض التوازن على الأرض، وتؤكد أن نهاية الظلم ستكون بأمر إلهي، وأن القوة البشرية محدودة أمام إرادة السماء، مما يجعل الإيمان والثقة بالله هو الحل الأسمى.